السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفكرة تحدي جديد جامدة جدا. فكرة الفيديو ده تحدي مختلف، كل واحد عندنا نفس الحاجة نقسمها مع بعض بالنص واللي يخلصها الأول. يعني مثلا هبتدي بالشيبسي، اللي يخلصه الأول يبقى هو الكسبان، يبقى 1-0. هي خلصت بعد كده مثلا الأوريو قبلية يبقى 1-1، وهكذا لحد ما نشوف مين الكسبان ومين الخسران. والعقاب انتوا اللي هتكتبوه في الكومنتات، عبارة عن بيبس واندومي ومولتو وفريسكا واوريو وزبادي وشيبسي. هنبتديها جولة الفيديو. يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. يلا كده بقى ان شاء الله هنبدأ اول جولة، هنبدأ بالشيبسي. خليكم معانا. نبتدي التحدي التنازلي. 3 2 1. بالراحة خد بالراحة. الفكرة ان كل تحدي هيبقى اجمد من التاني. يعني التحدي الاولاني هيكون زهقنا من الشيبسي وبطننا اتملت، فبعد كده هنخش في تحدي تاني مسكر قوي، بعد كده اندومي مالح قوي، فالتحدي كل مرة بيبقى اصعب من الاول. طبعا انا بحب الشيبسي جدا. هو واخد البارد ومديني الحراق. البيبسي يا جماعة مش اساسي في التحدي، يعني كده البيبسي جايبينه عشان نقدر نكمل الكلام ده. تعرف ايه؟ بس في نفس الوقت هو تحدي، يعني اللي هيخلصه هيتحسب له 1 بوينت. وكده انا كسبت الجولة الأولى وخلصت قبليه 1-0. كده طبعا هي عشان بتحب الشيبسي فتقريبا كسبت قبليه، ان هو بتاعها كان حراق جدا فاضطرت انها تاكل بسرعه. كده يبقى 1 بوينت ليها. تعال نخش على تاني جوله، وانا اللي هختار التحدي يبقى جديد. خش على الجوله الثانيه وانا اللي اخترت الاوريو، اللي هيخلصوا برده اسرع من الثاني هيبقى كسب الجوله الثانيه. يلا بينا. يلا بينا. 3 2 1. انت اللي هتكسب عشان مش قادرة. اول واحدة لسه. هي كسبتني في الشيبسي ان انا كنت مليت من طعم الجبنه، وهي كان بتاعها حراق فمضطر تاكله. اما الاوريو بصراحه هو مسكر قوي بس جامد جدا. حقيقي ما بحبش الشوكولاتة. وانا خلاص اخر واحده، وانا عارف اصلا انا ما بتحبش حاجه مسكره. زي ما انتم شايفين كسبت الجوله الثانيه. يلا بينا على الجوله الثالثه. يلا بينا. والجولة الثالثة بقى ان شاء الله هتبقى البيبسي. هو نشوف مين هيخلص الاول. كوباية اهو وكوباية تاني. يلا بينا. يلا بينا. هي طبعا انتهزت فرصه ايه؟ ان انا اصلا قاعد بشرب في البيبسي عشان اعرف اخلص التحدي ده ازاي. فطبعا انا بطني اتملت، فمش عارف اصلا اخلص الكوبايه دي ازاي. بس يلا بينا. يلا بينا. 3 2 1. بس انا طعم الليمون نعناع جامد قوي، وفي نفس الوقت انا قاعد بص وبشرب في الازازه. انا خلصت اكتر. كسب. كده تاخد بوينت كمان، لان انا غصب عني ما قدرتش بجد. الليمون نعناع وفعلا تقيله قوي. في الجوله الرابعه هتبقى جامده جدا. طبعا التحدي بدا يتقل لان اصلا بطننا بدات تتملي، وطبعا لسه في اندومي وفي بولتو وفي فريسكا وفي زبادي، وكمان لسه في تحدي البيبسي اللي يخلص ازاي كلها ياخد بوينت. طبعا احنا بنحاول نكمل الاخر عشان نشوف مين فينا اللي هيعاقب التاني. العقاب يبقى جامد جدا. يلا على الجوله الرابعه. يلا بينا. يلا بينا. الجوله الرابعه بقى، وانا حبيت ان احنا نركب بقى والدنيا تبقى صعبه قوي، فانا هختار الاندومي. بحيث بعد ما الواحد بطنه اتملت فالاندومي بقى كمكرونه، فالتحدي هيبقى جامد جدا. هنسويه ونرجع لكم تاني. يلا بينا. يلا بينا. ورجعنا لكم طبعا بعد ما سوينا الاندومي زي ما انتم شايفين كده. بس فكره تحدي الاندومي بقى ايه؟ احنا وسعنا لكم الدنيا بس يبقى مختلف شويه. يعني طبعا نبقى كدابين جدا لو قلنا لكم ان احنا هنعمل تحدي اللي يخلص الاول، اللي طبعا مفيش حد فينا هيخلص. هو اللي ياكل اكتر. هنعمل ايه؟ تحدي لمده دقيقه، اللي ياكل اكتر في الدقيقه دي. نشوف مين اللي هيخلص في طبق اكتر في دقيقه واحده بس. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا.
تقولي لي فينك ازاي، بس حبايه طالعه فكان لازم احط مرهم كده ولازم اصور لكم الفيديو، ما حبيتش اتاخر عليكم يعني. بالفريسكا بس مش عارف وبكده هي تكون كسبت التحدي ده. طبعا احنا قلنا لكم هنعمل عقاب جميل جدا، انتظروه. العقاب ده كده كده هينزل، اللي متابعنا على طول احنا بننزل العقاب بعدها بيومين. وبكده تكون هي كسبت تحدي الاندومي، وبكده تكون هي كسبت طبعا توتال التحديات، لان احنا بصراحه هنعمل لكم جزء تاني كده بقى معانا الزبادي والمولتو والفريسكا، بس للاسف مش هنقدر ان احنا نكمل عن كده، لان كده احنا افورنا جدا مش قادرين. تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتكتب لنا تحت في الكومنت عايزين فيديو ايه تاني واحنا نعمله.